السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا الجميل لازم نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا حضراتكم احنا في محل الأحذية، بنشتري كوتش جميل لنادين، وبنجيب عيد الأم وعيد الأب. طبعا يا جماعة، أنا بالنسبة لي عيد الأم هو عيد أم وعيد أب، لأن ما ينفعش تجيب لوالدتك هدية وما تجيبش لوالدك هدية. طبعا وهنا رنيت على والدتي ووالدي علشان افرجهم على الأحذية، ان كان كوتشي ولا جزمة اللي يعجبهم. طبعا والدي اللي بيكلمني انا قصيت من الفيديو كتير، فرجته على كذا كوتشي فما عجبوش يعني، فعجبه الكوتش ده. فهنا بقول له انا لو اطول اجيب لك كل الاحذيه اللي موجوده هنا هجيبها لك. ربنا يخليك لينا ويبارك لنا في صحتك يا رب، انت ووالدتي، ويا رب يخلي جميع الامهات وجميع الابهات، واشبعوا منهم يا جماعه، اشبعوا منهم، اشبعوا من اللي عنده والدته ووالده موجودين، حاولوا تشبعوا منهم على قد ما تقدروا، وربنا يرحم كل اللي والدته ووالده متوفين، ربنا يرحمهم يا رب. طبعا هنا بفرج والدي على الكوتشي، وبقول له مقاس 42 او 43. قال لي 42، قلت له اجيبها لك 43 واسعة شوية. قال لي لا، 42 حلوة على رجلي. طبعا انا عارف مقاسه وعارف مقاس والدتي، دي طبعا عجبت والدي. بقول له اشيلها لك على راسي، جزمتك على راسي يا حاج، وحسبي الله ونعم الوكيل في اي حد مد ايده عليك. وان شاء الله باذن الله يا حاج حقك جاي، حقك جاي، حقك جاي، وان شاء الله باذن الله هجيبه بدراعي باذن الله. طبعا هنا بقول لام نادين تعالي بقى نروح نشوف جزمة لوالدتي. اهي والدتي اهيت بتسلم على ام نادين. ربنا يخليك يا رب لينا يا حاجة، وان شاء الله حقك جاي، حقك جاي، حقك جاي. لو بعد 100 سنة مش هسيب حقك بإذن الله. ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويديك الصحة. طبعا هنا بتكلم ام نادين، عاملة ايه، اخبارك ايه؟ هنا طبعا بهزر مع والدتي، بقول لها ايه رايك اجيب لك الكوتش ديت؟ تقول لي لا يا راجل، ليت الايام تعود يوما. بضحك معاها كده، ربنا يبارك لنا فيها يا رب. قلت لها بقى يلا يا ام نادين بقى نشوفوا جزمة حلوة لوالدتي. هتتفاجئوا بقى يا جماعة ذوق ام نادين. ام نادين هي اللي اختارت الجزمة ديت، لان ام نادين عارفة الستايل بتاع والدتي وعارفة مقاسها، لان مش اول مرة يعني، مش دي طبعا. هو ديت ذوق ام نادين، وعجبت والدتي وقالت كويسة ديت، ناخد دي. قلت لها ظنك جه في محله يا ام نادين. وجبنا طبعا جزمتك على راسي يا حاجة، من فوق على دماغي، على دماغي، على دماغي. ولا لو فضلنا مدى العمر مش هنقدر نرد جميل واحد. هنا طبعا بقول لها حاجة تانية يا حاجة، قالت لي اديني هنا يا جماعة بتدعي لكم، بتدعي للمتابعين والله. بقول لها ادعي لأي حد يشوف الفيديو. قعدت تدعي، بس انا يا جماعة منعت الصوت ليه؟ لان المحل فيه اغاني كتير، فيه موسيقى كتير قوي. هنا قلت لها تعالي نروح نجيب الشرابات.
طبعا جبنا لها يعني كذا دستة شرابات عشان الفيديو ما يطولش، فورينا لكم النوع اللي جبنا منه. الحاجة قالت عايزة شتوي بس صيفي، لأن الصيفي ما بنلبسش شرابات، ففي الشتوي جبنا لها طبعا دستة من ديت. يلا يا حاجة، جزمة نادين وجزمة الحاج وجزمة الحاجة. وبقول لهم هنا أي حاجة تاني أمروني وأنا تحت أمركم، أنا عايش لخدمتكم. طبعا هنا بقى قلت ايه، هروح كده اشوف كوتش ليا ولا حاجة. دخلت على قسم كاوتشات الشبابي عشان اجيب كوتش ليا. وهنا بشوف كورة النادين تلعب بيها. وبكده يكون خلص الفيديو.